السلام عليكم ابنائي واحبابي العرسان، البيوت اللي بتخرب، ربنا يكفيكم شر خراب البيوت. يا استاذ يا محترم يا عريس يا مبجل، يا اللي بقالك بيت النهارده وبتحكم وبتتحكم فيه. حياتك قبل الجواز يا حبيبي شيء، وحياتك بعد الجواز شيء تاني. انت معاك انسانه محترمه جوه بيتك، ما ينفعش تتعامل معاها وكانها جاريه من عهد السيد عبد الجواد. ما ينفعش. عند اللقمه اللي هتاكلوها مع بعض، اللقمة اللي هتاكلوها مع بعض، سواء كانت غدا او عشاء او كان يوم اجازة، لو انت متعود على اسلوب معين قبل الجواز لازم تغيره بعد الجواز، لان حياتك اصلا اتغيرت بعد الجواز. بالجواز بتبني اسرة جديدة، ربنا يزيد ويبارك يا عم، ويبقى عندك عيل واثنين وثلاثة وعشرة اللي تتمناه من ربنا، ربنا يرزقك بيه. الست الهانم دخلت تعمل الاكل وجابت لك الاكل وبتحط على السفرة، على الترابيزة، على الطبلية، على ورقة جورنان. يعني حاول بقدر الامكان تمسك نفسك لغايه هي ما تكمل الاكل. حاجات بسيطه، وممكن الناس تقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله يا اخوانا؟ الكلام والحاجات البسيطه. دوروا على خراب البيوت. ايه الكبيس اللي بيخرب البيوت؟ كل اللي بيخرب البيوت امور بسيطه. الكبيس لو ظبط مراته بتزني، مش هو ده الكبيس؟ لو هي ظبطته بيخونها مع واحده تانية، ظبطته متلبس ما سمعتش بودانها، مش هو ده الكبيس؟ الكبيس لو كان قايل لها ان انا راجل موظف محترم وتكتشف ان هو راجل نصاب وحرامي وبتاع نسوان، مش هو ده الكبيس؟ الكبيس لو هو اكتشف ان هي رسموا عليه الدور وكانت مطلقه من قبل كده، او كانت ماشيه مع واحد قبل كده، او مش عايزين نخوض في الاعراض. الكبيس حاجتين ثلاثه اربعه، لكن الغير كبيس مئات والاف وملايين الاسباب اللي ممكن تخرب البيوت. ده حاجه من ضمن الحاجات. الهانم بتغرف الاكل وبتحط الاكل على السفره، على الاقل الفتره الاولانيه من الجواز يا حبيبي. الفتره الاولانيه من الجواز هي لسه برضه ما عرفتكش قوي. سيبك من فتره الخطوبه، سواء كانت شهر 2 3 سنه 2، سيبك، لان انتوا كنتوا بتغنوا على بعض، مش هنلف وندور. انت بتبين اجمل ما عندك وهي بتبين اجمل ما عندها، لكن بعد الجواز مش هتعرف تغني كتير وهي مش هتعرف تغني كتير، فبالتالي حقيقتكم هتظهر قدام بعض وستر وغطا على بعض. يبقى في الفتره الاولانيه بتحط لك الاكل، ما تدبش انت ايدك دب 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 وفاكرها شطاره على ما تجيب الطبق الثاني يكون الطبق الاولاني فضي. ويا حبيبي استنى شويه، لا اصل انا متعود كده في بيت ابويا، اصل انا متعود كده مع عمي، كانت تحط الاكل وانا ابدا على طول. حياتك مع عمك شيء وحياتك بعد الجواز شيء تاني. اذا كنت عاوز تبني اسره وعاوز تحافظ على بنت الناس اللي انت تعبت وطلعت عينك علشان توصل ليها وتبقى جوه بيتك بحلال ربنا، لازم تحترمها وتحترم مشاعرها، ولازم تتعامل معاها كأنثى وبني ادمه وست محترمه وتكون فوق دماغك، لان بكره وبعده لو حصلت لك حاجه هي اللي هتشيلك فوق دماغها. فلازم تبادر الاول، ما تستناش منها اي حاجه. لازم الحسنى والطيبه والجمال كله يطلع منك الاول. بتحط الاكل حاجه من اتنين، يا تساعدها وتحط معاها الاكل لو انت مستعجل علشان تقعدوا مع بعض وتاكلوا، يا اما تصبر شويه لما تكمل هي الاكل. لكن وانت معدي على المطبخ رايح جاي مفيش مانع تهزر معاها وتاخد حاجه تدوقها، لكن علشان تقعد على السفره هي تحط الطبق من هنا وانت دب 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 تجيب الطبق الثاني، تكون انت خلصت الاولاني بالف هنا وشفا. بس الاسلوب دوت ما ينفعش مع كل البنات ومع كل السيدات. انت كده حولتها لجاريه. احنا عايزينها تبقى بني ادمه محترمه عشان لما ربنا يرزقها بالذريه الصالحه تعرف تتعامل معاهم كأم محترمه وجميله، مش كواحده جاريه انت اللي تسببت في كده وهي تبدا تتعامل معاك بالهمجيه وتكون النتيجه خراب البيوت. وانا واحد من الناس بتمنى لكم السعاده وهدوء الحال وهدوء البال. ربنا يهدي سركم ويرزقكم بالذريه الصالحه. خلي بالك من النقطه دي. مراتك بتحط الاكل، يا اما تساعدها وتحط معاها لو انت مستعجل، يا اما تقعد بكل ادب واحترام قدام الترابيزه او الطبليه او الجرنان لغايه ما تكمل الاكل. حتى لو هي قالت لك كل يا حبيبي قول لها لا مستنيك ان شاء الله، مستنيك، يلا حط الاكل ناكل مع بعضينا بالف هنا وشفا. الكلمه الطيبه صدقه وتكسب اللي قدامك بيها. شكرا جزيلا لحضراتكم، سلام عليكم.